رمضانها هو باليمن والبركة يا غافر الذلات اكتب لنا رمضاننا 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 رمضان رمضان الله رمضان الله قد جاءنا رمضاننا 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 رمضان. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. كل سنة وانتم طيبين. نزلت عند ماهر المحل الجديد، بس انا تعبانه جدا طبعا، مالكوش دعوه بشكلي، عندي نزله معويه من امبارح، ربنا يكفيكم الشر. بس نزلت عند ماهر المحل الجديد، ما عرفتش اصور لكم فيه خالص، كنت عايزه اعمل لكم فيه جوله كده اهوت عشان اللي عايز حاجه منه او كده، بس زحمه موت ترس، فما عرفتش اصور لكم فيه خالص الصراحه. فاوريكم الحاجات اللي انا جبتها واعرفكم الاسعار يعني وكده. انا جبت المشتريات من عنده، المشتريات اللي بتاعت ايه، بتاعت رمضان. تعالى اوريكم كده هو جبت ايه. جبت الصينيه دي ستانلس كده، كان في اللي هو الذهبي، بس الذهبي كانت المقاس الاكبر من دي، بس انا ملقتش من الذهبي، كنت نفسي اجيب الذهبي، بس لقيت المقاس ده مش موجود في اللي هو نفس الشكل كده، بس ذهبي يعني جولد، دي سيلفر، فمش عارفه دي ستانلس ولا لا. يعني هجرب كده عليها المغناطيس وهقول لكم اذا كانت ستانلس ولا لا. جميله برضك، قلت عشان من العشاء او كده. عارفين بكام دي؟ ب 125، ب 125 المقاس اللي ايه، اصغر مقاس. ماشي، تعالوا بقى اشتريت الكوشن والرانر ده من عند ماهر برضك من المحل الجديد. الصينيه دي من المحل القديم، بس الكوشن والرانر دول ياسمين بنتي اللي منقياهم لي. انا نقيت طقم كده عليه فانوس رمضان وزينه رمضان والهلال ومش عارف ايه، ياسمين قالت لي لا شكله شعبي، هاتي اللي هو اللي ايه، هاتي اللي هو ده، يبقى شكله احلى وشكله شيك. بكام الطقم ده؟ ب 170 جنيه. قلت احطهم في الترابيزه كده اللي هي بتاعت الوسط، اللي هي بتاعت الركنه كده اهوت. شكله حلو قوي، شكله بصوا حتى الخياطه اللي فيه مش يعني مش بتتخلع او بتتشال من الغسيل، وهو نوعه من ورا عامل زي الكتان كده، وتقيل وحلو، يعني يعيش معاك تدوبيه، يعني تعيشي وتدوبيه. بصوا الاثنين شكل بعض، فقلت اغير كده في الكوشن اللي هي بتاعت الركنه، عشان بقالي كتير ما جبتش كوشن يعني وكده. الطقم ده كان بكام؟ كان ب 170، كان ب 170 جنيه اهو، اتنين شكل بعضهم. انا عندي رانر من السنه اللي فاتت، ما ببدل فيهم يعني. اهو سوسته من فوق كده وايه، وقلت ابقى ياسمين مستعجله، نضفنا امبارح وغسلنا السجاجيد ومنزله لكم فيديو كده، بس تعبانه قوي، مش قادره انزل فيديوهات دلوقتي خالص. وياسمين عايزه مستعجله على الزينه بتاعت رمضان، عايزه تعلق، بس انا مش بحب اعلق الزينه اللي قبل رمضان بيوم، بس هي اللي مستعجله على الزينه زي عينيها. فهاتي الاصفر ده من جيسو. ماشي، يبقى ده بكام؟ 3 قطع هم ب 170 جنيه، الرانر والاتنين كوشن. ماشي، تعالوا بقى ياسمين بقى بنتي هي اللي اختارت الحاجات دي. بصوا ده بكام؟ الرقم هيجي لكم مقلوب طبعا. بصوا الفوانيس كده، انا عندي زينه كتير جدا جدا من السنه اللي فاتت ومن السنه اللي قبلها بس هي ياسمين اللي بتحب الحاجات الجديده، يعني قالت عشان ازوق اوضتي كمان. بصوا عامل ازاي، جولد كده، فوانيس جولد وبتنور. هنورها لكم دلوقتي، لما ابقى خلصت لكم الحاجات كلها هنور لكم الانوار بتاعتهم، عشان الفيشه بعيده عليا يعني. وده برضك ايه، بصوا ياسمين اللي نقياه ده بكام؟ 40، ده ب 40. بصوا هو كور بقى، عنده اشكال والوان من الحاجات دي، كور كده بردك، وفيها بصوا يعني زي ما يكون فيها ميه كده، شكلها جميل جدا. ياسمين بردك اللي اختارتها. ودي بردك بتعمل الوان جميله قوي، هبقى اشغلها لكم دلوقتي. بصوا قد ايه، عندي من الحاجات دي كتير جدا تحت السرير والله، بس اعمل لها ايه بقى. تعالوا اقول لكم الحاجات اللي هي التحفه، اللي هي الايه، القمر اللي انا بحبها. بصوا الفوانيس دي، الشمع ده علقت ليه. بصوا جبت منهم كذا مقاس، اللي ب10، بس هي مش باينه في الاضاءه خالص، عايزه النور يبقى مطفي عشان تشوفوها جميله ازاي، بس هي شكل ده يعني شكل الشمعه فعلا كده، اللي هي السايحه كده.
جميله قوي. بصوا عامله ازاي. جبت منهم 3 قلت عشان الفوانيس، عشان عندي فانوس ايكيا وعندي ايه الفانوس التالت ثانيه يا ياسمين. طيب النبي هتشيلولي ان شاء الله يبارك. شوفي في الشنطة بتاعتي كده تلاقيه. لا مش موجود هنا. ماشي. جبت منهم 3 فوانيس بس ايه 3 فوانيس 3 مقاسات. ماشي. في فانوس زيهم كبير لقيتيه. في الشنطة. طب خدي دوري لي عليهم في الشنطه. اغسلي طيب ونوري عليه. طيب بس اوريكم ايه، استنوا بس اوريكم ده، اوريكم بقيه الحاجه اهو. وفي برضك تاني بس طبعا ياسمين اول ما دخلنا فتحتهم وفرتكت الاكياس بتاعتهم. وده برضك هوريهولكم دلوقتي، هفتح لكم الفيشه بتاعته، هوريكم الاضاءه بتاعته عامله ازاي. ده مش عارفه بكام، 22 ونص تقريبا. هفتحه لكم دلوقتي برضه. بصوا بقى دي فتكت الاكياس كده. بصوا دي الحاجات دي كلها عنده رخيصه يعني. بصوا الحاجات اللي هي الخشبيه دي انا عندي منها برضك من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، وعندي منهم اشكال كتيره جدا. بس انا قلت عشان يعني فرحه رمضان. دي مش بفلوس والله عنده، مش عارفه ب 10 جنيه ولا ايه. مش ب 10 دي ب 10 جنيه. وبص بقى المبخره دي الناس نازله عليها ايه يعني، نازله عليها حضرتك بدل. هي المبخره دي ب5 ولا ب10؟ ب5 باين مش عارفه ولا ب10. بصوا بتتركب ازاي. مش بعرف اركبها طبعا، خلي ياسمين تبقى تركبها لي. اهي بتحطي فيها ممكن ورقه المونيا هنا اهوت كده وتحطيها على الترابيزه وتديكي بردك اجواء ايه، اجواء رمضان كده. شكلها جميل. مش بفلوس بردك، كلها خشب بس بكار بقى والحركات وكده. ب5 جنيه بردك. ودي بكيزه وزغلول مش عارفه اسمهم، دياستي باين. بيتحطوا كده. هي ياسمين اللي شبه بيتحطوا كده برضه. بيتحطوا ايه على ترابيزه السفره كده. ياسمين عايزه تزوق اوضتها كمان. دي مش عارفه كانت بكام، ب7 ونص. كانت ب7 ونص. بصوا رخيصه ازاي، بس بيدوا اجواء جميله جدا في يعني في رمضان وكده. كل سنه وانتم طيبين. بصوا دي مش عارفه برضك بتتعلق ازاي. هبقى برضك فيها كده اهوت علقه. مش عارفه ب5 جنيه ولا ايه. انا ما صدقتش الحاجات دي بالاسعار دي والله. الفينش بتاعهم جميل مش وحش يعني. بس يعني قلت احطهم في المطبخ. ياسمين تحطهم في اوضتها كده. ياسمين وريني. استني يا ياسمين تركب. وبصي دي كمان قلت احطها في الايه، احطها في المطبخ وانا بحضر الفطار كده ايه، مدفع الافطار اضرب. تبقى جنب مثلا طقم التوابل، تبقى جنب الراديو. مش بفلوس برضك بقى، مش عارفه ب5 جنيه ولا ايه. عنده بقى كل يعني كل كلام صوما مقبولا وافطارا شهيا. بس انا اخترت دي يعني عنده كل الاسماء يعني، عنده كل الناس. بصوا تتركب ازاي اهي. ممكن تتحط على ترابيزه السفره، ممكن تحطيها على الرخامه، ممكن تحطيها على المطبخ. جميله جدا. مش عارفه ب5 جنيه برضك ولا ايه. ب5 جنيه برضك. مش جايبه عربية الفول هنا. ما لقيناش عربيه الفول، ما تخيلناش بيها هناك. تقريبا عربيه الفول خدوها ايه، خدوها خلصوها. بس وايه تاني جبنا ايه تاني يا ياسمين. جبت طبعا الحاجه الحلوه بتاعتي. ترش ياسمين. بصوا جبت ايه. رحنا عند روز. البت اسيل فضلت تزني لامها عايزه اروح عند تمام، عايزه اروح عند تمام. بس كل زحمه بقى موت عند ماهر. بس ما قدرناش خالص نروح عند تمام. قلت لها لا انا تعبانه وعايزه اروح. فقالوا لي طب تعالي نروح عند روز. رحنا عند روز بالعافيه كده واحنا مقدرين. فالبنات اشتروا حاجات من هناك وكده كتير. وطبعا بنت ياسمين مش بترضى تصور حاجتها، فانا جبت الحاجات دي. جبت ازازه الشامبو دي عايزه يعني اجربها وكده اقول لكم على نوعها حلو ولا لا. اسمها بلوب تقريبا. بلو دي ماركه اللي هي بتعمل الشاور وبتعمل كل حاجه. ايه بلوب. اسمها بلوب مش بلو. كنت بجيب منها زمان الشاور وكدهوت اللي هو بتاع الهاند ووش ده. ودي ده كان ب 45 55. ده كان بكام؟ كان ب55. وده كان تقريبا ب 30 او ب35. بس كده ثواني كده اجيب لكم حاجه تاني. بصوا بقى ورتك بتاع المرياله دي. قلت ايه اشمعنى المطبخ يعني مش هيتدلع. فرحت جايبه له مرياله كده اهوت اشكال رمضان. قلت عشان لما ابقى اعمل الفطار ولا حاجه ابقى البسها احس بايه بالاجواء بتاعت رمضان كده. شكلها جميل جدا وكيوت، فيها كرانيش كده وشكلها حلو قوي بتاعت رمضان برضك. ايه رايكم فيها؟ اشمعنى المطبخ يعني اللي ما يتدلعش. فتعالوا بقى كده اهوت
هقرب لكم الكاميرا كده شويه وايه وهوريكم الاضواء دي. ملقتش. بصوا بقى اللي بتاع، عايزه ابين لكم اللي بتاع الاضواء بتاعتهم شكلها عامل ازاي. بصوا ايه رايكم؟ طبعا مش باينه خالص في التصوير، بس هي شكلها الله اكبر جنان، شكلها يجنن، شكلها حلو قوي. دي كانت بكام؟ كانت ب55. الفيش بتاعتهم عبره قوي. هي الفيش بتاعت دي واقعه ياسمين صح؟ هي كده شكلها يخوف. بصوا دي الاضاءه بتاعتها جميله برضك. تعالوا اوريكم دي بقى. بس دورت على بديل المسمار اللي هو يا لهوي ده فيشهم وحشه قوي يا ياسمين، فيشهم بتخش بالعافيه. ده بينور ويطفي. في الاثنين ايه؟ بيتعمل كذا حاجه. بصوا بينور ويطفي ويعمل اشكال. ايه رايك فيه؟ بصوا ده احلى شكل، بس ده بيتعب العين. ده في بقى واحد تاني اسعارهم حلوه يعني، بس هما بيجوزوا بسرعه. بس يلا حتى يقضوا بتاع الموسم ويقضوا الشهر وخلاص، كل سنه وانتم طيبين. السنه اللي بعدها بقى هاتوا تاني، حافظوا عليهم وهم يبقوا كويسين يعني. بص ده دقدقته الله اكبر حلوه دي. بصوا عامل ازاي، عامل زي ما يكون في كور كده. يلا بقى تعالوا ايه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وخلاص كده اهوت. خش عليكم رمضان ان شاء الله وانتم منضفين ومخلصين وحلوين كده اهوت. بصوا ونعلق الزينه بكره، بس شجعوني كده اهوت بقى عشان خاطر ايه، انا تعبانه جدا ومش قادره اروق ومش قادره اعمل اي حاجه. افتحي النور بقى يا ياسمين. بس فبقول لكم بقى ايه، خلصانه خش اقلع. ما رضيتش يعني احط الحاجه في اماكنها اللي ما اصورها لكم عشان خاطر تعرفوا الاسعار، عشان لو عايزين تلحقوا تعملوا تروحوا له كده اهوت روحوا له. يلا كل سنه وانتم طيبين بقى، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، هيبقى احلى من ده 100 مره. يلا سلام. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، هنزف عريس يا ولاد، هنزف عريس. هيكون فرح و30 ليلة، 30 ليلة، هنغني ونعمل له الليلة. هيكون فرح و30 ليلة، 30 ليلة، هنغني ونعمل له الليلة، وهنشبع من حلوياته. وبس بقى زي ما انتم شايفين كده يا بنات، كل سنه وانتم طيبين. طبعا كلنا بنفرح من مشتريات رمضان، واي مشتريات بنشتريها تحسن من المود بتاعنا وبتخلينا كده بترفعنا كده في السما، حتى لو كانت مشتريات بسيطه خالص. انا اشتريت حاجات كتير السنه اللي فاتت، وكل سنه يعني الحقيقه الواحد بيشتري، بس برضك بنحب المشتريات الجديده زي عنينا. فحاجات يعني سعرها على قد الايد كده، بس بتفرحنا. وكل سنه وانتم طيبين. كل اللي نفسه في حاجه يا رب ربنا يحققها له وربنا يديها له. طبعا مش هقول لكم بقى على مشتريات رمضان بتغري، عارفين بتغري الكل كده. احنا كان بقالنا انا وبناتي بقالنا فتره طويله عمالين نقول عايزين ننزل عند ماهر عشان نشتري يعني مشتريات رمضان. بس صراحه تعبنا جدا عنده، كان عنده زحمه جدا، زحمه عند الكاشير يعني اي قسم بتقفي عليه البنات عندهم ضغط جامد، فبتقفي جدا يعني كتير جدا عقبال ما البنت تغيتك وتديك الحاجه اللي انت عايزاها. فربنا يا رب يوسع عليه هو كمان، وهو بيتعب الصراحه. ربنا يا رب يوسع عليه ويكفيه شر المستخبي. عشان انا سمعت يعني ان حصل حريقه في المحل بتاعه، اللي راح كده هو عنده في حاجه حصلت عنده او كده في اليوم ده يعرفني كده، عشان بيقولوا في حريقه حصلت عنده في المحل الجديد. فيا ربي ربنا ينجيه من العين يا رب. انا زي ما يكون ماهر ده ابن اختي ولا حد من قرايبي، بدعي له زي ما يكون ايه يعني مش عارفه، مع ان في ناس بتحاربه والله. لكل ناجح واحد قدامه حاقد بيحقد عليه. فطبعا خلينا بقى في الفيديو بتاعنا كده اهوت. المشتريات دي برضه كان جوزي كان جايبها لي كده من تحت. مناديل مناديل مناديل، الحقيقه عندنا مناديل، مناديل كده للمطبخ، ومناديل مناديل كده اهوت، اللي هي المناديل السحب دي بحطها في العلب كده بتاعت المناديل، وبنقعد نسحب منها. عندنا طبعا كلنا عندنا برد، انا وياسمين وبابانا وكده، فالمناديل مش بتقعد عندنا خالص. والمناديل اللي هي بتاعت المطبخ دي بطلع عليها اي حاجه مثلا بنعملها فيها زيت، بطلع عليها البطاطس المحمره كده. ف
احنا يعني عندنا حد كده هوت جنبينا، متعودين جدا نجيب من عنده اللي هي المناديل، اللي هي المناديل السايبه اللي انتوا شايفينها دي. بس وادي مشتريات بقى جوزي كده هوت كان جايبها لي، كان جايب لي كده فطير مشلتت، وكنت قايله لكم الفيديو اللي فات ان هو كان جايب لي شروه، اللهم صل على النبي، شروه فراوله كده. قعدت انا وياسمين كده عملناهم ونضفناهم وكده، غسلوهم كويس عشان بيبقى فيهم رمله، وما تيجوا تغسلوهم تروحوا حاطوهم على مصفى كده وتروحوا مغسلينهم تاني، عشان خاطر بيبقى فيهم رمله كتير يعني. وخزناهم كده، هوريكم خزنتهم ازاي. ودي بقى الرنجه اللي هي الايه اللي انا كنت بقول لكم انا تعبانه وعندي نزله معويه. الرنجه دي اكلتها الصراحه وعملت لي نزله معويه. استغفر الله العظيم، يا ربي ربنا ما يوريكم. فطبعا خلي بالكم، مش عارفه ايه اللي عملت لي نزله معويه، اكيد انا باكل الرنجه دي على طول وبيجي لي نزله معويه بعدها، مش عارفه ليه، مع اني يعني الله اكبر ياسمين وباباها واكلين منها معايا، ويعني الحمد لله ربنا يا رب يعني ما يقدر يعني يجي لهم حاجه. بس انا اللي على طول عندي معدتي خفيفه كده. بس اللهم صل على النبي، الحمد لله رب العالمين. ده بقى ايه، كان برضك كان جوزي كان تاني يوم كان راح جاب لي ايه فراوله برضك تاني، لما انا هو جاب الفراوله الاولانيه وكده، فقلت له دي حلوه، فراح جايب لي يعني شروه تاني يوم. هو يجيب الحاجه دي من هنا وانا اصوت من هنا، هو يجيب الحاجه دي من هنا وانا الطم من هنا. ليه بقى؟ لاني متخيلين الحاجات دي عايزه اصلا يعني درج لوحده، درج من الديب فريزر لوحده يكون فاضي عشان تحطيهم. ده غير ما انا كنت قبلها كنت مصلصه معاكم الطماطم، وكنت عامله التفريزات بتاعت الطماطم وكده، كانوا حابه قد دول كده. فطبعا الحاجات دي اما بتتجمد كمان بتبقى ضخمه كده، يعني عارفين بتتنفخ كده، وبتعمل لكم مكان كتير جدا في الديب فريزر. فبقيت عماله اقول له احط الحاجات دي ازاي، فدبرت نفسي كده وبقيت عماله احط من هنا واشيل من هنا، لغايه ما ايه بططتهم كده شويه. يعني حاولت تبططي الاكياس بتاعتك كده عشان خاطر لو مثلا على النبي يعني ما تاخدش حيز من الفريزر عندك. بس وانتوا عارفين بقى رمضان داخل، وجوزي بيعمل البيات الشتوي بتاعه. بصوا كيس المخلل ده بسأله عشان عجبنا جدا، فقلت له بقى هات لنا منه تاني، قال لي ب50 جنيه الكيس. فعشان كده هو ايه قال لي عايزين نبقى نعمل احنا البصل في البيت، يبقى منه انضف وكده، ويبقى منه ايه يعني مش بيكلف زي بتاع البصل اللي هو المخلل اللي بتاع المحلات ده يعني وكده. جاب لي بقى فرخه كده اهوت. كانت ياسمين بنتي كانت بقى لها كذا يوم بتقول له نفسي في فرخه شيش يا بابا، بس ماما اللي تعملها، يعني مش بتحب الفرخه اللي هي بتاعت بره دي. فكان جايب الفرخه متقطعه حتت كبيره كده، قعدت حاربت فيها لغايه ما قطعتها، يعني على قد ما اقدر كده قطعتها حتت صغيره. اللهم صل على النبي. كان في الوقت ده كان اللي هو اللي كان بيمسح السلم ده عندنا، كان هو بيمسح السلم في الوقت ده عندي وكده. فكان جوزي كان قايل له تغسل لها السجاجيد وتغسل لها الحاجات اللي هي عايزاها يعني وكده. فكان في الوقت ده كان مسوح لي الدنيا ميه كده، هوريكم دلوقتي. وكان بيغسل لي المشايات، وكان بيغسل لي البديل السجاد اللي عندي والسجاجيد اللي انا كنت عايزه يعني اغسلها وكده. كان بيغسلها لي قدام باب الشقه كده، بس مش من بره، مش من على السلم، لا من جوه من عندي من الشقه. بس هوريكم دلوقتي يعني. بس خلينا في مقطع مع بعض. بتاع الفراوله دي زي ما انا ما وريتكم كده، كان جايب لي يعني يومين ورا بعض، ففرستهم كده زي ما انتم ما شايفين. آه، يعني عملنا كده اطباق لنفسنا كده، يعني كل واحد عمل طبق كده طبق بتاع ده بسكر كده، وممكن تحطي عليها لبن برضه بتبقى جميله باللبن. في الوقت ده بقى كان اللي هو الشاب اللي كان بيغسل لي السجاجيد ده كان مشي، وكان خلاص بقى يعني كان حتى مسح لي الريسبشن. بس ياسمين بنتي ما اقتنعتش بالمسح بتاعه، قالت لا يا ماما احنا عايزين ننضف تاني، بعد ما كانت خلاص الارض نشفت. وكنا الوقت ده كنا خلاص بالليل، يعني هو كان بيعمل العصريه كده او ساعه اذان المغرب. كنت انا صايمه في اليوم ده، كنت بعمل الاكل اللي انتوا كنتوا شايفينه، الفراخ، وحتى يعني اكل معانا يعني وكده، مش اكل معانا يعني اكل بعدين بعد ما هو مخلص. فعملت رز وعملت مكرونه عشان ما كانش عندي خضار خالص في الفريزر، فقلت عشان انا وياسمين بحب المكرونه. الحاجات اللي هي كانت غسلها لي كلها كنت بصفيها كده على بتاع البانيو عشان تلحق تنشف، يعني عشان تصفي ميتها، وعشان ايه اعرف انشرها على الشباك. لان انا ما عنديش بلكونه، فبنشرها على الشباك الالموتال كده، او على الايه او على الحبال. وخلصنا بقى الروتين بتاعنا كده. طبعا ما كناش خلصنا، كانت الدنيا لسه مدعوكه عندي. بس طبعا الفيديو عشان ما يطولش عليا وعليكم، فهكمل لكم بقى الفيديو الجاي وكده، وهعرفكم احنا عملنا ايه. يعني كل يوم بنعمل حاجه كده احنا كده. كان في اليوم ده كنا خلاص مسحنا بقى وكده. بس يعني اليوم اللي بعده مسكنا بردك الريسبشن تاني، نظفناه تاني ومسحناه تاني، وكل يوم كنس ومسح وهلكه. بس هوريكم بقى الفيديو الجاي وكده، عشان نظفت حاجات تانية خالص. هوريكم الفيديو الجاي عشان الفيديو ده بردك ايه عشان ما يطولش عليا وعليكم كده وتزهقوا مني. بس عرفوني كده
حبايبي اللي دخلوا لي جديد في القناه يعرفوني كده ويسمعوني صوتهم. دخل لي ناس كتير مشتركين كتير كتير وكده في القناه. عايزه اسمع صوتهم كده ويعملوا لي تعليقات في القناه ويشجعوني عشان استمر معاكم. بس هي بقى الحاجات اللي انا مش عارفه، ما لحقتش، كنت مشغوله وكده، ما لحقتش اصور لكم طبعا وهو بيغسل الحاجه. فمش مشكله، احنا مع بعض خطوه بخطوه اهو لغايه ما نخلص شققنا ورمضان يخش علينا ونكون ايه كده اهو، نكون نضاف كده ونكون مخلصين حاجتنا ونكون ايه، نبقى فرحانين كلنا. يلا كل سنه وانتم طيبين بقى، رمضان ان شاء الله يبقى احسن مع بعض. وان شاء الله كده اهو نقدر نصومه ونقدر ايه على طاعته. يلا سلام عليكم.